صمت رجل يا دكتور أسد. حاضر تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله. شيعي ولا سني؟ كيف حالك يا دكتور أسد؟ اللهم لك الحمد، في نعمة شاملة ولله الحمد. حبيبي تفضل. الله يبارك فيك. أنا أريد أسألك سؤال بس. النبي محمد قديش عنده تفضل. بنات؟ نعم. الله يبارك فيك. النبي حبيبي. محمد كم لديه من ابنة؟ نعم. بنات النبي محمد قديش؟ بنات النبي محمد لديه فاطمة عليه السلام. نعم. لديها فاطمة ولديه نعم. منو؟ لا أعرف صراحة، لكن أنا اللي أعرف أن لديه إبراهيم وعبد الله وفاطمة. هذا اللي أعرف، أن هذول أبناء النبي محمد. بس فقط أقصد الإناث. أقصد الإناث. إبراهيم يعني مات، أقصد لك الإناث أنا. يعني لديه البنات السيدة قصدك. فاطمة سلام الله عليها. البنات. أحسنت. نعم. البنات. نعم. أجل. البنات. كم نعم. من بنت لدى رسول الله؟ دخل إلى جوجل. طيب ما في مشكلة. المشكلة إنه جوجل سني. لما تخرج من جوجل اطلب الجست مرة أخرى. هو جاء صمت رجل. تفضل يا دكتور، رجع مرة أخرى. تفضل الحوار معه. حاضر إن شاء الله. تفضل يا أخي. دكتور تسمعني؟ أرجو المعذرة ما نزلت لأنه النت عندي ضعيف جدا. ما في مشكلة. برحب مراحب وقت ما رجعت. نرجع لموضوعنا. بنات النبي محمد لديه أم كلثوم. نعم. أم كلثوم أثبتهم ولله الحمد. طيب تفضل. راح صوته ما نسمعه. راح الصوت. هو قال كمان بنات ثانيين، ولكن ياتينا. اطلب الجاز. تعالي هنا، لا تهربي. إذا كنت امرأة وإذا كنت رجل تعال، ما تهرب. أما هذا الهبد اللي تهبده في التعليقات ما راح ينفعك. يا صمت رجل، احنا ما سمعناك. انت قلت ام كلثوم ومن ايضا؟ لقد قلت ام كلثوم. لا الصوت راح. صوت عندك في الهاتف مشكلة. صوتك ناصي. هل هو واضح الآن؟ الحين صوتك واضح. شوف أنا أقول لك، لو كنت تتكلم حدا يعني جنبك هو يقول لك أعطيه هو يحاورني، ما في مشكلة. تفضل. لا ما في حد جنبي. طيب تفضل حبيبي الكريم. الحين من هن بنات النبي اللي عاد قلت لي؟ لقد قلت لك أن بنات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هي فاطمة وأم كلثوم وزينب. أحسن الله إليك. من أين جئت بهذا الكلام؟ جئت بهذا الكلام من سيرة حياة النبي محمد. أحسن. طيب ما حكم من يقول بأن بنات النبي بأن النبي كان عقيما؟ رقية يا دكتور أسد، نسي رقية. نعم أحسنت. نعم نسيت رقية أيضا. نعم. طيب ما حكم من ينفي البنات للنبي؟ ماذا؟ ما حكم من يقول بأن النبي ما عنده بنات غير فاطمة؟ يعني النبي ليس لديه بنات، فقط فاطمة لديه واحدة. لا حبيبي، نحن نقول بنفس ما قلت به أنت قلت الآن الحق الواضح الصريح الذي لا يختلف فيه اثنان. طيب هنالك أشخاص يقولون بأن النبي لديه فاطمة وحدها. هذا شو حكمهم؟ هذا حكمه فليراجع سيرة النبي محمد وفليعلم كم عدد أولاده وخاصة عدد البنات، فليراجع ذلك. أحسنت الله يبارك. أحسن دكتور. صمت رجل. الآن نذهب إلى النقطة. اسمي علي. اسمي اسمي أستاذ علي. الآن يا إخواني ثبتنا من عند الأستاذ علي أنه للنبي بنات. الحمد لله رب العالمين. الآن نروح للنقطة الثانية. هل بنات النبي معصومات مثل فاطمة؟ صراحة لا أعرف هذا الشيء، ولكن أنا أعرف أنه فاطمة معصومة. لازم تعرف. إذا كانت فاطمة معصومة فمعناها أخواتها معصومات. ما كانت معصومات أخواتها مش معصومات. فلازم أنت يا أستاذ علي تبحث وترجع ترد لنا السؤال لو سمحت. حسنا سوف أبحث. شكرا لك. وأعود لك. خلاص ننتظرك إن شاء الله بكل احترام ونحاورك بكل احترام. وشكرا لك يا علي. أنت رجل سعد مرة أخرى يا دكتور أسد. تفضل. يشوف إذا جاب لنا الدليل. هل بنات النبي معصومات ولا لا؟ لقد عدت مرة أخرى. مرحبا بك. تفضل.
استاذ اسد، انا احبك كثيرا. وانا احبك في الله، بلكن بعدين تصير سني ان شاء الله. اذا صرت سنه اخاف اخسر الله، اخاف اخسر. انا اقول لك يا شيخ حبيبي الكريم، اسمعنا الحين. عوفك اخشى وخليني معك. انت شوف، عوفك من كل إشي وعوفك من هي الاشياء. انا اقول لك يا الغالي، انا ادعوك ان تدعو الله وحده. اذا استعنت تستعين بالله، اذا توكلت تتوكل على الله. انا ادعوك ان تحب الله ورسوله وصحبه وزوجه وآل بيته. لا دكتور اسد، نريد اول شيء يجيبني على سؤالنا ونروح لموضوع التوحيد. اول شيء السؤال اللي هو موضوع البحث. طيب نعم. ثم نروح ان شاء الله رب العالمين. نعم احسنت. طيب يعني ما هو السؤال ست غصون؟ ما هو سؤالك؟ هل بناته معصومات كما معصومة فاطمة؟ ايوه، هل بنات النبي بحثت. نعم بحثت. يلا خلاص تفضل اعطينا جواب. بحثت. هناك يعني هناك رأيان. الرأي الأول يقول أنه لا يوجد دليل ثابت على عصمة بنات النبي، والدليل الثاني أنه يوجد، يعني إذا فاطمة معصومة أكيد بناته معصومات. يعني كيف يا أستاذ سمت رجل عندك 12 إماما وعندك رأيان؟ يعني المعصومين ما اتفقوا في بيناتهم؟ 12 إماما مش متفقين على رأي واحد؟ كيف عندك رأيان؟ هذا الناتج الذي بحثت عنه وصار عندي رأيان. يعني إذا ماذا إذا 12 إماما إذا كان عندك رأيان؟ ها؟ ليش كتمت؟ تفضل يا سمت رجل، ليش كتمت؟ يا أخي أهلي كانوا يكلموني. إيه نعم، نرجع لسالفتنا. إيه نعم. إيه السؤال هنا، لماذا عندك 12 إماما وعندك رأيان فيما يخص بنات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن؟ لماذا الأئمة المعصومين ال 12 لم يحسموا الموضوع يعطوك رأي واحد؟ دقيقة. شوف، أنت قلت لي روح ابحث ورحت بحثت، عندما بحثت ظهر لي رأيان، يعني اختلافان بالرأي. طيب اختلافان. طب المعصوم الآن هل اختلف المعاصيم؟ يعني الرأي مأخوذ من المعصوم مباشرة، فإذا كان عندي رأيان نعم. معناها أن المعصومان قال رأيان، إذن هناك اختلاف للمعاصم. المعصومون يختلفون نعم. فيما بينهم، هذا يقول رأي وهذا يقول رأي، صح؟ أكيد. إذن طارت العصمة، كيف واحد يخالف الثاني؟ طارت العصمة. جالس تضحك من الصدمة قوية. جالس يضحك.